عارف ايه هو اعظم مشروع ممكن تبدأه في حياتك؟ صدقني هتتصدم لما تعرف ان الاجابة مش شغلك ولا فلوسك ولا شهرتك ولا حتى انك تبقى ناجح قدام الناس. بص، هو كل ده جميل من الكلام، بس في مشروع بقى اهم واجمل من كده بكتير. مشروع لو اشتغلت عليه صح هتنجح في كل حاجة تانية بشكل تلقائي. اهلا بك يا صاحبي في تزكية النفس. ربنا سبحانه وتعالى في سورة الشمس لما اقسم اكتر من مرة بالشمس والقمر والليل والنهار، ختم القسم بكلمة عظيمة جدا وقال: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني يا صاحبي النجاح الحقيقي مش في اللي معاه كتير ولا في اللي وصل للي هو عايزه، لكن في اللي قدر يطهر نفسه من جوه ويكملها بالإيمان والنية الصافية. وخلي بالك ربنا سبحانه وتعالى ما قالش قد أفلح من صلى أو قد أفلح من صام، رغم أن العبادات دي عظيمة جدا، لكنه سبحانه وتعالى قال قد أفلح من زكاها، وكأنه بيقول لك أنا مش عايزك تعمل عباداتك بس كطقوس، أنا عايزك تنظف نفسك من جوه الأول. تزكية النفس يا صاحبي معناها أن أنت تشيل من قلبك الغل والحسد والغضب والنية السيئة وتزرع مكانهم الإيمان والرضا والسلام والتوكل على الله. يعني مش بس إنك تبطل غلط، لكن كمان تبني جوانب الخير جواك. وعلى فكرة طريق تزكية النفس ده مش طريق وعظ ولا طريق مثالي زي ما ناس كتير قوي فاكرة، ده طريق عملي بتبدأ فيه بخطوات بسيطة لكن تأثيرها عميق جدا على حياتك كلها. وهو ده بقى يا صاحبي اللي هنتكلم فيه النهاردة. ودلوقتي بقى تعالى معايا نعرف يعني ايه تزكية النفس فعلا. ربنا ربطها بالفلاح وازاي تزكي نفسك كل يوم بخطوات عملية. بس في الاول كده ما تنساش تشترك في القناه لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمره كده تسيب لي تعليق تقول لي رايك ايه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن ايه في الحلقات اللي جايه ان شاء الله. وما تنساش بقى اهم حاجه انك تفعل زر الجرس علشان تجيلك اشعارات بالفيديوهات الجديده اول باول. المحور الأول معانا النهاردة عشان نوصل لتزكية النفس هو فهم يعني إيه أصلا تزكية النفس. أول خطوة يا صاحبي في طريق تزكية النفس إنك تفهم معناها صح. كلمة تزكية النفس مش معناها إن أنت هتبطل ذنوب بس، وده لأن في ناس كتير قوي ساعات بتفتكر إن تزكية النفس معناها إن أنت تمنع الغلط وتبطل الحرام وخلاص كده تبقى زكيت نفسك. لكن الحقيقة بقى أعمق من كده بكتير. كلمة تزكية يا صاحبي في الأصل جاية من الزكاة، واللي هي النماء والطهارة. يعني تزكية نفسك يساوي تطهيرها وتنميتها في نفس الوقت. يعني مش كفاية خالص ان انت تشيل الوحش، ده انت لازم تزرع مكانه الخير. يعني مثلا لو شلت من قلبك الغل فلازم تزرع مكانه حب، ولو شلت الحسد فلازم تزرع مكانه الرضا. أما بقى لو شلت الغضب فلازم تزرع مكانه الحلم والسكينة. اللي بيزكي نفسه يا صاحبي مش بيفضي قلبه من الشر وبس، ده بيعمره بالخير لحد ما الخير يغلب جواه. وهو ده بقى أول مفتاح في طريق الفلاح اللي ربنا وعد بيه. مش إنك تبقى إنسان ما بيغلطش لأن الكمال لله وحده سبحانه وتعالى، لكن إنك تكون إنسان كل يوم بيطهر قلبه ولو بحاجة بسيطة بس، وبيزرع في نور أكتر من اللي قبله. وهنا بقى يا عزيزي لازم تاخد بالك من حاجة مهمة جدا، وهي إنك تبقى فاهم إن التزكية دي مش قرار بتاخده مرة واحدة، دي رحلة عمر بتبدأ من لحظة الوعي، اللحظة اللي بتقول فيها لنفسك أنا مش عايز أعيش بقلب مليان ضلمة. ومن هنا بقى يا بطل تعالوا نروح للمحور الثاني واللي هنعرف فيه إن النفس هي مصدر كل حاجة. وهنا بقى يا صاحبي عاوزك قبل ما تلوم الدنيا أو الناس أو الظروف بص جواك الأول. وده لأن الحقيقة اللي ناس كتير قوي مش واخدين بالهم منها هي إن النفس أصل كل حاجة في حياتك. كل تصرف بتعمله أو كل قرار بتاخده أو كل علاقة بتبنيها أو بتخسرها، كل ده يا عزيزي نابع من جوه نفسك. يعني لو نفسك نقية هتعرف تختار صح، وهتعرف ترتاح حتى وسط الزحمة، هتبص للحياة بعين الرضا وهتلاقي الخير حواليك حتى في أبسط التفاصيل. لكن بقى لو نفسك مليانة شوائب زي الغل والحسد والغضب أو التعلق بالدنيا فكل حاجة هتبان غلط حتى لو كانت صح. مش نقية ده يا صاحبي بيشوف بعينه بس مش بقلبه. علشان كده بقى ربنا قالها صريحة في سورة الشمس: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. يعني اللي نقى نفسه هو اللي فاز، واللي خبى نفسه في ظلمة الشهوات والذنوب هو اللي خسر. حتى لو كان عنده فلوس أو جاه أو شهرة، كل ده يا عزيزي هيروح في الهوا. ومن هنا بقى بنعرف ان الفشل الحقيقي مش في الظروف، الفشل في النفس اللي لسه ما اتزكتش. ويمكن دي النقطة اللي لازم كل واحد فينا يقف عندها ولو للحظة واحدة من الصدق. وهنا بقى يا بطل عاوزك تاخد بالك من ان مش كل حاجة بتتحل لما الدنيا تتغير، لان في حاجات كتير قوي مش هتتظبط غير لما انت اللي تتغير. فابدأ بقى كده بنفسك، لان نفسك هي البداية الحقيقية لأي فلاح أو خيبة في حياتك.
المحور الثالث بقى يا عزيزي هو ابدأ التزكية دي بنية يومية. قبل ما تبدأ يومك يا بطل، وقبل حتى ما تمسك الموبايل أو تفكر في شغلك، خد لحظة هدوء كده ووجه قلبك لربنا وقول: اللهم زك نفسي، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. الكلمة دي يا صاحبي بسيطة جدا، بس صدقني تأثيرها عميق جدا، ويمكن كمان أكتر مما تتخيل. وعلى فكرة أنت هنا مش لازم تكون في جو روحاني أو تبقى في صلاة قيام ولا حاجة، وده لأن النية دي لو خرجت من قلبك كل صباح ربنا هيبرمج يومك كله على النور. النية يا عزيزي بتشتغل زي زرار توجيه بالظبط. النية يا بطل بتفكر دماغك وقلبك إن هدفك الحقيقي مش إنك تعيش يومك وخلاص، لكن إنك تتزكى كل يوم شوية. تزكي فكرك من الوساوس، وتزكي نيتك من الرياء، وتزكي تصرفاتك من الغلط. عارف يا صاحبي انت كده لما تبدأ كل يوم بدعوة صادقة زي دي، صدقني هتلاقي نفسك مع الوقت بتتعامل بهدوء أكتر، وبتسامح أسرع، وغلطاتك بتقل. وده كله لأنك حطيت نيتك من الأول في الاتجاه الصح. وما تنساش يا عزيزي ان ربنا وعدنا في الحديث القدسي وقال: من تقرب الي شبرا تقربت اليه ذراعا. يعني خطوه واحده بس منك بيقابلها مدد غير متناهي من ربنا. والنية دي يا عزيزي هي أول خطوة في مشروع تزكية النفس، هي المفتاح اللي بيفتح لك أبواب ما كنتش تحلم بيها. ومن هنا بقى يا صاحب النية بتودينا للقرآن الكريم، لأنه هو ده المحور الرابع. غذي نفسك بالقرآن يا بطل. زي ما الجسم بالظبط كده محتاج أكل علشان يعيش، فالنفس هي كمان محتاجة غذاء علشان تنور وتزدهر. والغذاء الحقيقي للنفس هو القرآن. ومن هنا بقى لازم تاخد بالك من إن القرآن مش مجرد كلام بيتقري، ده طاقة بتغسل قلبك في كل مرة بتفتح فيها المصحف، حتى لو قرأت آية واحدة بس. يعني انت مش لازم تقرأ جزء كامل ولا سورة طويلة، لأن المهم ان انت تعيش الآية اللي بتقراها. يعني لما تقرأ قول الله سبحانه وتعالى: قد أفلح من زكاها، ما تمرش عليها كده وخلاص، ده انت تقف شوية وتسأل نفسك: أنا النهاردة عملت إيه فعلا أزكي بنفسي؟ يا ترى سمعت حد، ولا غضيت بصري، ولا قلت كلمة خير في موقف كله كان شر؟ كل مرة يا صاحبي بتجاوب بصدق حتى لو الإجابة وجعتك، اعرف إن أنت اتحركت خطوة ناحية الفلاح الحقيقي. وده لأن القرآن مش نازل علشان نسمعه بس، القرآن نزل علشان يغيرنا للأحسن. وهنا بقى لازم تاخد بالك من إن كل آية بتتأملها بتشتغل جواك بهدوء، بتنظف وتزرع وبتشكل إنسان جديد فيك. وهو ده بقى اللي ربنا قصده لما قال: قد أفلح من زكاها. يعني اللي بيربي نفسه على نور كلام ربنا مش ممكن يضيع حتى لو الدنيا كلها اتقلبت حواليه. فخلي وردك اليوم يا صاحبي من القرآن مش مجرد عادة، خليه لقاء بينك وبين ربك، لقاء تخرج منه دايما وانت نفسك أصفى وقلبك أنقى. المحور الخامس بقى هو نظف نفسك بالاستغفار. الذنوب يا صاحبي بتسيب غبار على القلب، وكل يوم بيمر من غير ما تنظفه، فالغبار ده بيتراكم لحد ما يطفي النور اللي جوه. لكن الجميل بقى ان انت مع كل استغفار بتقوله فكأنك بالظبط كده ماسك مساحة بتنظف بيها الغبار ده بكل هدوء، وبترجع لقلبك بريقه ولمعانه من تاني. الاستغفار ده يا صاحبي بيعمل صيانة لقلبك. الصيانة دي هي اللي بتخليك تشيل الصدى اللي منعك تحس بالقرب من ربنا. وصدقني يا عزيزي القلب اللي بيتعود على الاستغفار بيبقى خفيف ومرتاح مهما الدنيا اتقلبت حواليه، وده لأنه دايما بيبقى نظيف من جوه. الاستغفار يا صاحبي مش مجرد كلمة، ده طاقة بتغسل ودواء بيشفي وسر بيبدل الحال من حال لحال. الاستغفار يا عزيزي مش مجرد كلمة، ده طاقة بتغسل ودواء بيشفي وسر بيبدل الحال. ومن هنا بقى يا صاحبي عاوزك تاخد بالك وتكمل، حتى لو انت مش حاسس بالتغيير فورا. كمل يا بطل، لأن كل استغفر الله بتقولها بتنظف حتة صغيرة جواك، ومع الوقت بقى هتكتشف ان انت بقيت انسان تاني، انضف واهدى واقرب لربنا اكتر من اي وقت فات. المحور الثالث بقى يا صاحبي هو سامح واغفر. الحقد يا صاحبي بيستهلك طاقتك وبيسرق منك هدوءك وبيموت روحك واحدة واحدة من غير ما تحس. وعلشان كده بقى التزكية الحقيقية مش دايما في عبادة ظاهرة، لأنها ساعات بتكون في قرار صعب، زي إنك تسامح حد ظلمك حتى لو قلبك لسه موجوع. هو صحيح يمكن اللي ظلمك ده لسه ما خدش جزاؤه، ويمكن اللي حصل كسرك من جوه، بس لما تقول بقى اللهم طهر قلبي من الغل والنفاق، فأنت كده في الحقيقة بتعلن بداية شفائك. كل مرة بتسامح فيها حد ظلمك أو أذاك، فأنت هنا بتغسل قلبك من الداخل، وبتسيب مجال للنور يدخل مكان الضلمة اللي كانت مليئة. التسامح يا صاحبي مش ضعف ولا تنازل عن حقك، لأنه في الحقيقة رفعة كبيرة جدا. الرفعة دي مش أي حد بيوصل لها، ولا بيحصل لأنك خلاص اخترت ترتاح بدل ما تفضل شايل نار جواك. أنا هنا مش بقولك سامح علشان التاني يستاهل، لكن بقولك سامح علشان نفسك
تستحق السلام. وافتكر دايما ان اللي بيزكي نفسه بيسعى يطهرها من كل شوائب الكره والغل، لان القلب اللي مليان حب ورضا هو اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبارك له في كل حاجة. أما أنت بقى يا بطل، فكل مرة بتقول فيها اللهم طهر قلبي، فاعرف إن أنت هنا بتبني في نفسك طبقة جديدة من النور، طبقة بتقربك أكتر من الفلاح اللي ربنا وعد بيه. المحور السابع بقى يا عزيزي هو حاسب نفسك قبل ما تنام. قبل ما تنام كده يا صاحبي خد لك دقيقة واقعد فيها مع نفسك في هدوء واسألها بصدق: أنا النهاردة كنت أقرب لربنا ولا أبعد؟ كنت أنضف ولا غلبني الهوى؟ اللحظة الصغيرة دي يا صاحبي ممكن تبقى أغلى حاجة في يومك كله، لأنها بتكشف لك حقيقتك من غير تزييف. حاسب نفسك يا صاحبي مش علشان تكرهها أو تعاتبها بعنف، لا خالص، حاسبها علشان تفهمها وتوجهها، علشان تعرف إيه اللي أنت محتاجه يتصلح وإيه اللي يستحق تكمل عليه بكرة. لازم تعرف يا صاحبي إن الإنسان اللي بيزكي نفسه مش اللي ما بيغلطش، لكن اللي كل يوم بيقف مع نفسه وقفة صدق، بيعترف وبيتعلم وبيحاول. وصدقني يا صاحبي مفيش طريق للتزكية أو الفلاح من غير محاسبة. محاسبة النفس يا صاحبي هي اللحظة اللي فيها النور بيتولد جواك، فيها بتراجع نفسك وبتفتح صفحة جديدة قبل ما تبدأ أي يوم جديد. يمكن تبكي ويمكن تبتسم، بس في الحالتين قلبك بينضف ونفسك بترتاح. وده يا صاحبي قمة التزكية، إنك تكون صادق مع نفسك قبل ما تكون صادق مع أي حد تاني. تزكية النفس يا بطل مش سباق قصير ولا مرحلة بتعدي، دي رحلة عمر، رحلة فيها طلعات ونزلات، فيها أيام بتبقى قوي وأيام بتقع وتقوم من تاني. بس المهم إنك تفضل ماشي في السكة، وفي نهاية الرحلة دي اختمها بدعاء هادي بصوت مليان خشوع: اللهم زك نفسي أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم طهر قلبي ونور دربي وقربني إليك قربا جميلا يا أرحم الراحمين. أما أنت بقى لو وصلت لحد هنا فأكيد الفيديو عجبك، فما تنساش بقى تشترك في القناة لو لسه ما اشتركتش، وتعمل لايك للفيديو لو لسه ما عملتش، وبالمرة كده تسيب لي تعليق تقول لي رأيك إيه في الموضوعات اللي بنقدمها دي، وحابب نتكلم عن إيه في الحلقة دي اللي جاية إن شاء الله.